مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية نزفها إليكم من الفضاء الأثرية، ونستهل نشرة هذا المساء بأهم وأبرز العناوين. كلية التربية تخرج 294 طالب وطالبة. مكتب الزراعة بمدينة مندفرة يذكر المزارعين لمتابعة مزارعهم. إعداد أكثر من 1.6 مليون شتلة للتشجير في إقليم عنسبة. هجوم دامي على شاطئ بمغديشو يوقع 32 قتيلا. مقاتلات ومدمرات أمريكية تنطلق إلى الشرق الأوسط. ومادورو يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمر يوم أمس 3 أغسطس 294 طالبا، من بينهم 143 طالبة ضمن الدفعة 17، بينهم خريجون في الدراسات العليا للمرة الخامسة. تخرج 137 مدرسا للعلوم، و83 مدرسا للرياضيات، و68 مدرسا للعلوم الاجتماعية، و6 مدرسين للغة الإنجليزية. وذكر ضيف شرف المناسبة وزير الإعلام السيد يماني جبر مسكال أن المناهج الدراسية الأكاديمية والمهنية والبحوث يتم وضعها وتنقيحها من وقت لآخر، وتجهيز البنية التحتية والمواد والميزانية اللازمة، موضحا بأن المعرفة تكون أكثر فعالية عندما تكون مصحوبة بالقيم الاجتماعية الحميدة وأخلاقيات العمل والانضباط. وأشار إلى أن تكون شابا ومعلما يعني أنك أصبحت مرشدا وموجها للتغيير والتنمية. وحث الخريجين على فهم دورهم الحاسم بعمق والعمل بأقصى قدر من الاهتمام والكفاءة في مهنتهم والالتزام بأداء الواجب. وقال عميد كلية إعداد المعلمين في أسمر بالإنابة الدكتور يوناس مسفن إن استثمار الحكومة في انتشار وجودة ومساواة التعليم يحقق نتائج مرضية، وأن تقديم التعليم في الدراسات العليا بالكلية جزء من ذلك، ويهدف إلى إحداث التغيير ورفع مستوى المعلمين ومهنة التدريس. وذكر ممثل الخريجين اكتسابهم المعرفة النظرية والتطبيقية، وأن هذا اليوم يحملهم مسؤولية كبيرة لإحداث التغيير المستدام في التعليم. هذا وقد خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمر 706 معلما من حملة شهادات الدراسات العليا في السنوات الخمس الماضية. أشاد مسؤول مكتب وزارة الزراعة بمدينة مندفرة السيد برخت تخلص اللاس المزارعين بالعناية الدائمة لمزارعهم والانتباه على ظهور الآفات الزراعية. وذكر بأن الأمطار في موسم الربيع لم تكن بالمستوى المرغوب، إلا أن هطولها تحسن في شهري يونيو ويوليو الماضيين. وأوصى المزارعين بالاجتهاد للاستفادة من الأمطار في الأراضي المزروعة في مساحة يبلغ قطرها 9000 هكتار. وأفاد أن الجرارات الزراعية التي قدمتها مؤسسة الغلال والمواشي الإرتريا بقيمة رمزية لحراثة الأراضي الزراعية ساهمت بصورة إيجابية، فيما قدمت مساعدات نوعية متمثلة في البذور المحسنة ل50 مزارعا نموذجيا لتنمية البذور. وذكر أن تقنيات الزراعة الجماعية وتنويع البذور تنفذ سنويا لزيادة المحاصيل، مشيدا بجهود الحفاظ على التربة والمياه. وأشار إلى زيادة أو ازدياد مساحة المراعي وتحسن الأوضاع الصحية للمواشي ونشر خبراء زراعيين بهدف إنجاح مشاريع التشجير. وقدم السيد برخت في النهاية نصائح وتوجيهات للابتعاد عن استعمال المواد الكيميائية التي تستعمل دون أساليب مدروسة لإبادة العشب نظرا للدمار الذي ينتج عنها، مؤيدا في الوقت ذاته استعمال الطرق المعتادة. أعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كساتي تسفاسيون إعداد أكثر من 1.6 شتلة من شتول الأشجار في 5 مشاتل في الإقليم،
وأوضح لوكالة إرينا أن شتول الأشجار تشمل 17 نوعا من الأشجار المستوطنة و18 نوعا من الأشجار غير المستوطنة، مشيرا إلى أن شتول الأشجار تشمل أنواعها مهددة بالانقراض. وقال إنه سيتم تنفيذ برامج التشجير الفردية والجماعية في المحميات والمدارس والمعابد والأراضي الجرداء، مضيفا أنها بدأت بالفعل في مديريات عد كليزان وحلحل وقلب وحمل مالو وكرن وعلا برعد. ودعا سيد كساتي الشعب إلى زيادة مساهمتهم في الحفاظ على موارد الغابات والحياة البرية وتنميتها وحراستها. قدمت شرطة مديرية قندع سيمينارات من 26 وحتى 29 من يوليو لرفع المعرفة القانونية لدى المجتمع. وقد شرح مسؤول مركز الشرطة بقندع النقيب عبد النور شريف في السيمينارات التي قدمها للمشتركين في برامج الحملة الطلابية الصيفية وسكان ضواحي لعيتن ومحابار ونفاسيت بأن مشاركة الشعب الواسعة خاصة الشباب في الجهود المبذولة من قبل الشرطة للحد من أسباب الجرائم والمخالفات مهمة جدا. ودعا الطلاب للتركيز في دراستهم والابتعاد عن العادات السيئة والمحافظة على القيم الاجتماعية، مذكرا بدور المجتمع في الكشف عن المجرمين مع استحالة تواريهم بين المجتمع. وأشاد بجهود الشرطة الشعبية لحل المشاكل بطريقة سلمية في السيمينار الذي قدمه للجان الشرطة الشعبية، بالإضافة إلى تقديم تعليمات تساهم في إنجاح أعمال اللجان. وأفاد مسؤول مكافحة الجريمة بالمركز السيد ولد سيون هبت مريم بأنه تم تسجيل 42 جريمة و237 مخالفة قانونية خلال الأشهر الستة الماضية، منبها أن معظم المخالفين كانوا من الشباب، مناشدا في الوقت ذاته الآباء بتوجيه أبنائهم ومتابعة أوضاعهم بجدية. وفي الختام قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة تناشد متابعة صلاحية المواد الاستهلاكية، مشيرين إلى سهولة العقوبات المفروضة على المخالفين والمجرمين، منادين في الوقت ذاته بتشديد العقوبات. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أفادت الشرطة الصومالية بارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف شاطئ ليدو الشهير في العاصمة الصومالية. وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن للصحفيين إنه قتل أكثر من 32 مدنيا في هذا الهجوم، وأصيب حوالي 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطيرة بحسب فرانس بريس. وكانت خدمة الإسعافات الصومالية أشارت في وقت سابق إلى أن عدد القتلى بلغ 8، فيما بلغ عدد الجرحى 28 جراء الهجوم الذي استهدف الشاطئ الشهير في مقديشو. وذكر التلفزيون الوطني الصومالي في بيان أن قوات الأمن الصومالية قضت على المهاجمين وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين. وسبق أن أعلنت حركة الشباب التي على صلة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجمات مماثلة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الجيش سينشر سفن تابعة للبحرية ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وذلك على وقع التصعيد الذي تشهده المنطقة. وبحسب بيان للبنتاغون فإن الولايات المتحدة قررت إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط، كما رفع الجيش الأمريكي درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية. يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله وحركة حماس المتحالفين معها. وفي وقت سابق أعلن البنتاغون تواصله مع إسرائيل بشأن وضع القوات التابعة للولايات المتحدة بالمنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إقرار واشنطن بأن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس هو الفائز في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وقال الرئيس مادورو إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤوننا لأن في فنزويلا الشعب صاحب السيادة هو الذي يقرر. كانت الهيئة الانتخابية في فنزويلا الموالية للحكومة قد أعلنت فوز مادورو الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، لكن الهيئة لم تنشر بعد النتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية الفردية، وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير وتقول إن غونزاليس هو الفائز. وتشكك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية أيضا في النتائج الرسمية للانتخابات. أعلن تكتل أوبك زائد أن دول التكتل اتفقت على خفض الإنتاج 2,000,000 برميل يوميا في نوفمبر، مشيرا إلى تمديد إعلان التعاون حتى نهاية 2023. وأضاف بيان صادر أن التكتل قرر عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، لافتا إلى أن حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وسينخفض إنتاج دول التحالف إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر المقبل، وذلك من 43,856 مليون برميل يوميا في أغسطس. ختام النشر هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية التربية تخرج 294 طالب وطالبة. مكتب الزراعة بمدينة مندفر يذكر المزارعين لمتابعة مزارعهم. إعداد أكثر من 1.6 مليون شتلة للتشجير في إقليم عنسبة. هجوم دامي على شاطئ بمقديشو يوقع 32 قتيلا. مقاتلات ومدمرات أمريكية تنطلق إلى الشرق الأوسط. ومادورو يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العمل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.